هناك سبب واضح وعميق الأهمية يدعوك إلى الامتناع عن تقديم المساعدة لأفراد معينين بغض النظر عن هويتهم أو نوع العلاقة العاطفية التي قد تشعر بها تجاههم. ينبع هذا التعليم من حقيقة لا يدركها إلا القليلون حقا. ليس كل شخص مستعدا لتلقي النور الذي تحمله الموسيقى، وقد يؤدي توجيه طاقتك إلى أولئك الذين يتغذون عليها إلى إضعاف قوتك الروحية بهدوء. موسيقى بعض النفوس غالبا بسبب الجهل أو عدم النضج العاطفي أو الأنماط الأنانية تستنزف الجوهر المقدس بداخلك دون أن تدرك ذلك. ولهذا السبب تحديدا أوصلك الكون إلى هذه الرسالة الآن حتى تتعلم كيف تحمي ما هو مقدس في داخلك. إذا كنت من الأشخاص الذين تظهر على أيديهم خط على شكل هلال أو رمز عفريت، فاعلم أن هذا ليس مجرد صدفة. تعتبر هذه العلامات القديمة مؤشرات روحية على روح حدسية وحساسة للغاية تحافظ على اتصال عميق بالعالم الإلهي. غالبا ما يشعر الأشخاص الذين تظهر عليهم هذه العلامات بما لا يستطيع الآخرون رؤيته، ويتوقعون ما سيحدث ويشعرون بمشاعر من حولهم كما لو كانت مشاعرهم الخاصة. إنها موهبة نادرة، ولكنها أيضا موهبة مليئة بالتحديات، لأنه مع الضوء المتزايد تأتي مسؤولية تعلم كيفية حمايته. طاقتك قوية، قادرة على جذب البركات وإيقاظ التحول، ومع ذلك وبسبب تألقك الشديد تصبح حتما مغناطيسا للأفراد الذين يبقون في الظل ويسعون دون وعي إلى امتصاص توهجك. أولئك الذين يشعرون بنقص روحي يقتربون منك بشكل متكرر بطلبات للحصول على التوجيه أو الراحة أو الدعم العاطفي، وغالبا ما تستقبلهم بقلب مفتوح وأنت مدفوع باللطف معتقدا أنك تفعل الصواب، لكن بدون تمييز يمكن أن تصبح هذه المساعدة فخا. تبدأ في العطاء أكثر مما تستطيع روحك تحمله، وسرعان ما يضغط عليك ثقل خفي. يشعر جسمك بالتعب دون سبب واضح، يصبح ذهنك مشوشا، تشعر بأن ازدهارك متوقف، ويصبح قلبك الذي كان يوما ما مشرقا حساسا ومضطربا. هذه إشارات تدل على أن نورك الداخلي يستنزف، وأن هالتك بدأت تفقد قوتها الطبيعية. لا شيء في طريقك مصادفة، أنت تتلقى هذه الرسالة لأن الكون يدعوك للاستيقاظ إلى مستوى جديد من الفهم. أليس من واجب الروح النورانية إنقاذ أولئك الذين يختارون البقاء في الظلام؟ يتم إعدادك للتعرف على من يتناغم مع طاقتك حقا ومن يتغذى عليها فقط. حان الوقت الآن للخدمة بوعي بدلا من التصرف بدافع العاطفة. الحب الحقيقي لا يحمل عبء الآخرين، إنه يرشدهم. إنها لا تستنزف نفسها، إنه ملهم. قبل المضي قدما خذ لحظة لتنسيق نيتك مع إيقاع الوفرة الكونية. تنفس بعمق، ركز على الحاضر، وإذا كنت ترغب في الانسجام فاكتب الرقم 77 في مكان قريب منك، رمز قديم يمثل التوازن بين الأبعاد الروحية والمادية. لعل هذه الطاقة من الحماية والازدهار والشفاء تمتد إلى كل من يسلك طريق الصحوة هذا. وإذا وصلتك هذه الرسالة في بداية رحلتك فاسمح لنفسك أن تشعر بالاحتضان. ينفتح طريق الصحوة الداخلية في اللحظة التي تقرر فيها فهم روحك. موسيقى. من الضروري الآن فهم الأنواع السبعة من الأشخاص الذين يجب عليك كروح مختارة وحساسة ألا تساعدهم أبدا. تضم المجموعة الأولى أولئك الذين يرفضون تحمل مسؤولية أفعالهم. هؤلاء الأفراد يبحثون باستمرار عن شخص ما لإلقاء اللوم عليه. يتلاشى النظام وعائلاتهم وأصحاب عملهم. إنهم ينظرون إلى العالم كخصم، ويستمدون قوتهم من التعاطف الذي يثيرونه في الآخرين. عندما تحاول إنقاذهم فإنك تعزز ضعفهم بدلا من تشجيع نموهم. إن نواياك الحسنة تصبح وقودا لشعورهم بالضحية، وكلما زاد عطاؤك زاد اعتمادهم عليك. تذكر أن مساعدة شخص يرفض إيقاظ وعيه الخاص يشبه تقديم الدواء لشخص ليس لديه رغبة في الشفاء. لم تأتي إلى هذا العالم لتتحمل أعباء الآخرين، لقد جئت لتنير الدروب. يمكنك إشعال شمعة لشخص ما حتى يجد طريقه، ولكن يجب ألا تسمح أبدا لتلك الشعلة بحرق يديك. يعرف المرشد الروحي الحقيقي متى يقدم النور ومتى يتراجع بهدوء. المساعدة لا تعني التضحية بالنفس، وهذا يعني تشجيع الآخرين على إيجاد شرارتهم الخاصة. أما المجموعة الثانية فتتألف من أولئك الذين تحركهم الحسد أو الاستياء أو التظاهر الكاذب باللطف.
غالبا ما يبدو هؤلاء الأشخاص لطيفين ظاهريا، لكن طاقتهم قد تكون مدمرة للغاية. قد يبتسمون لك أو يثنون على قوتك أو يتظاهرون بالامتنان، ومع ذلك ينتابهم شعور بعدم الارتياح عند مواجهة إشراقك. الحسد عبارة عن اهتزاز كثيف وثقيل، وإذا كنت حساسا روحيا فيمكنك أن تشعر به كحجاب بارد يحيط بمجال طاقتك. بمد يدك إلى أولئك الذين يكنون الحسد فإنك تفتح دون قصد مساحات في هالتك حيث يمكن أن تدخل السلبية. تدريجيا تلاحظ أن فرحتك تتلاشى ووضوح رؤيتك يقل ودافعك يضعف دون تفسير. الحب الذي يقدم للقلوب المسمومة بالحسد يتحول إلى أشواك بدلا من الزهور. دع الوقت والحكمة الإلهية يرشدان هذه النفوس. مهمتك ليست إخماد مرارتهم موسيقى، بل حماية النور الموكل إليك. النوع الثالث يشمل أولئك الذين لا يظهرون إلا عندما يريدون شيئا منك ويختفون عندما تحتاج إليهم. إنهم يستنزفون الطاقة الروحية بصمت، يظهرون في لحظات الاهتمام الشخصي ساعين إلى الراحة أو التقدير أو الدفء العاطفي، لكن عندما تصرخ روحك طلبا للدعم فإنهم يختفون تماما. إن التواجد بالقرب منهم يشبه محاولة ملء وعاء بلا قاع. كلما أعطيت أكثر كلما شعرت بالفراغ. كل انفعال عاطفي منهم يسرق الموسيقى جزءا من قوتك. كل شكوى مستمرة تخفت جزءا من تألقك الداخلي. من الضروري أن تتقبل أن روحك لم تصمم لتكون مصدرا لا نهائيا لأولئك الذين يرفضون إشعال نارهم الداخلية. إن قول الله هو أيضا فعل من أفعال الحب، حب ناضج يعرف حدوده ويحترم حكمة التوازن. إن التخلي عن دور المنقذ الدائم ليس أنانية، إنها صفاء روحي. إن تقديم المساعدة دون أن تفقد نفسك هو أسمى تعبير عن خدمة النور. ثم هناك من يسخرون من إيمانك ويقللون من شأن حساسيتك. هؤلاء أناس لا يستطيعون فهم العالم الخفي ويسخرون مما لا يستطيعون الشعور به. ضمن هذا الفهم يكمن درس عميق آخر حول حماية نورك من الظلال المتخفية وراء قناع الرفقة. وهناك أيضا أفراد يرفضون الروحانية علنا ويتعاملون مع المقدس على أنه خرافة. الموسيقى ينظرون إلى الحدس على أنه عيب وليس هبة. هذه أرواح لا تزال نائمة تحت وطأة عقل منفصل عن القلب. عندما تشاركهم تجاربك الروحية لا تجد منهم الدعم بل السخرية والحكم. موسيقى. هنا يصبح التمييز أمرا ضروريا. لا يجوز تقديم اللؤلؤ لمن لا يقدرون قيمته. كما قال أحد المتصوفين الحكماء ذات مرة: الكلمات ليست سوى ذريعة. موسيقى ما يهم حقا هو الجوهر الصامت الذي يحمله القلب. إن حماية إيمانك تعني أيضا حماية الحرم الداخلي حيث يتحدث إليك الإلهي. بعض الأفراد لا يسخرون بدافع القسوة المتعمدة، بل لأنهم لم يستيقظوا بعد على طبقات الوجود الخفية. إنهم يظلون مرتبطين بسطح الحياة ويشعرون بعدم الارتياح في وجود أي شخص يمكنه إدراك ما يكمن وراء الحجاب. ولهذا السبب قال يسوع المسيح: إنه لا يمكن سكب الخمر الجديد في زقاق الخمر القديمة. لا يمكن تقديم الفهم الروحي لأولئك الذين لم يتم تطهير أوعيتهم الداخلية بعد. في مثل هذه اللحظات من المفترض أن يتم حماية نورك الداخلي بدلا من مشاركته، مثل شعلة تنتظر بهدوء اللحظة المناسبة لتنير العالم. وهناك فئة أخرى تتطلب التمييز، وهي فئة المتلاعبين عاطفيا، الأشخاص الذين يستخدمون لطف الآخرين كأداة للسيطرة. إنهم بارعون في إثارة الشعور بالذنب وتشويه المواقف وتكثيف المشاعر لتحقيق رغباتهم الخاصة. غالبا ما يتخفون وراء الهشاشة لاستدرار التعاطف واستمداد الطاقة من النفوس الرحيمة. ستتعرف عليهم لأنك بعد قضاء بعض الوقت معهم ستشعر بالإرهاق وكأنك تحمل عبئا لم يكن من المفترض أن يكون عبئا عليك. هؤلاء الأفراد لا يسعون إلى التنوير، إنهم يسعون إلى النفوذ. كما علم بوذا فإن الرحمة بدون تمييز يمكن أن تكون خطيرة مثل وضع سيف في يد طفل. الحكمة الحقيقية تكمن في تقديم المساعدة بوعي، لا من خلال غشاوة عاطفية. وهناك أيضا من يعيشون في ضباب دائم من السلبية والتشاؤم، لا شيء يرضيهم. يبدو المستقبل دائما قاتما، وتبدو حياتهم سلسلة من المصائب المتتالية. إنهم لا يكتفون بالشكوى، إنهم يشعون بذبذبة موسيقية كثيفة تؤثر على كل شيء من حولهم.
إذا بقيت قريبا جدا من هذه الطاقة لفترة طويلة جدا، فإن إدراكك يبدأ في التلاشي ويصبح العالم رماديا. موسيقى، هذا شكل خفي من أشكال التلوث الطاقي، وكما يذكرنا إيكارتولي فإنك تصبح ما توليه اهتمامك باستمرار. لذا من الضروري الابتعاد بمحبة، ولكن بدون الشعور بالذنب. يحتاج النور إلى مساحة مفتوحة ليتنفس، والتشاؤم المستمر يخنق الروح. وهناك أيضا من لا يحترمون حدودك، الأشخاص الذين يخلطون بين تعاطفك والواجب، والذين يتعدون على وقتك وسلامك وحتى صمتك. إنهم يعتقدون أن تواجدك لا حدود له، وكلما زاد ما تقدمه زاد ما يطلبونه. من الضروري فهم أن وضع الحدود ليس فعل سحب الحب، إنها طريقة للحفاظ عليه. الحدود هي الجدار المقدس الذي يحمي حرم معبدك الداخلي. وكما قال كارل جوستاف يونغ: من ينظر إلى الخارج يحلم، أما من ينظر إلى الداخل فيستيقظ. إن النظر إلى الداخل هنا يعني إدراك متى يغمر قلبك إفراط الآخرين. ثم هناك أولئك الذين يحكمون باستمرار ويلقون بالنقد كالظلال عليك، ويسقطون جراحهم التي لم تلتئم في طريقك. إنهم يسلطون الضوء على العيوب ويقوضون إيمانك، ويحاولون أن يجعلوك تشكك في تألقك. لا ينبع نقدهم من الحرص، بل من الرغبة في الهيمنة. أما أولئك الذين يحكمون على الآخرين دون حب، فهم يحاولون التقليل من شأن الآخرين حتى لا يضطروا إلى فحص الفراغ الذي بداخلهم. عندما ترى هذا، لا ترد بالغضب، بل بالصمت. الصمت هو درع الحكماء وملجأ من يسعون إلى نقاء القلب. وكما ذكرنا المهاتما غاندي: عندما يتصرف الآخرون بدافع الجهل، لا تدع سمومهم تعكر صفو سلامك الداخلي. وهناك نوع آخر من الأشخاص يجب عليك الامتناع عن مساعدتهم، وهو الشخص الجاحد. أولئك الذين يحصلون على الكثير ولا يعترفون بشيء. بالنسبة لهم جهودك واجب وكرمك غير مرئي. إن الامتنان هو أحد أكثر أشكال الضرر الطاقي دقة، لأنه يعيق تدفق الحب. القلب الشاكر يضاعف النعم، أما القلب الجاحد فيقضي عليها. إن تقديم شيء ما لشخص لا يقدره أبدا يشبه سقي نبتة ترفض أن تزهر. الكون يعلم من خلال التبادل. عندما يحدث العطاء والأخذ بوعي تتدفق الطاقة. عندما يقابل العطاء بالفراغ تتجمد الطاقة. لهذا السبب يجب ألا تشعر بالخجل من الابتعاد عن أولئك الذين يرفضون تقدير ما تقدمه. وهناك أيضا أفراد يزدهرون في ظل الفوضى والتوتر والموسيقى والصراع الداخلي. هؤلاء الأشخاص يتغذون على النميمة والاحتكاك والاضطراب العاطفي. إنهم يستفزون المواقف ويختبرون حدودك، ثم يتخذون دور الضحية. التواجد حولهم أشبه بالمشي حافي القدمين على الأشواك. كلما حاولت التحلي بالصبر أكثر في الموسيقى، كلما ألحقت الضرر بروحك. إن انسجام روحك يتطلب وضوحا لإدراك هذه الأنماط وشجاعة للرحيل دون ندم. ليس هدفك إصلاح العالم، بل السماح لنورك أن يسطع حتى يتمكن أولئك الذين يسعون بصدق إلى الشفاء من أن يستلهموا الموسيقى. حتى الشمس تتراجع في نهاية كل يوم لتستعيد قوتها. لذا يجب عليك أنت أيضا أن ترتاح حتى يستمر نورك في التألق. من الحكمة الإقطاعية مساعدة بعض الناس، وخاصة أولئك الذين ما زالوا أسرى عدم الإيمان والتفكير الجامد. عندما يسمعون عن الطاقة أو الإيمان أو الصلاة، فإنهم يرفضون كل شيء باعتباره مصادفة أو خيالا. لا تدع طريقة تفكيرهم تؤثر على طاقتك الإيجابية. كل تفسير تقدمه لشخص يرفض الفهم لا يؤدي إلا إلى تعزيز جدار عدم التصديق الذي يعيش خلفه بالفعل. بعض القلوب مغلقة بإحكام لدرجة أن الكون نفسه لا يستطيع الوصول إليها. محاولة إقناعهم تستنزف طاقة حيوية. لا يمكنك إشعال مصباح في غرفة ترفض استقبال الضوء. وهناك أيضا من يشكون بلا توقف، ومع ذلك لا يبذلون أي جهد للتغيير. إن الشكوى المستمرة هي واحدة من أثقل الترددات الطاقية، والنفوس الحساسة، وخاصة تلك التي تم اختيارها لرفع مستوى الوعي، تمتص هذا الاهتزاز بسهولة. إن التعاطف يجعلك تعاني معهم، وتشعر بالذنب لعدم قدرتك على حل مشاكلهم، وقبل أن تدرك ذلك تبدأ في فقدان نفسك في رثائهم. ومع ذلك من الضروري أن نفهم أن أولئك الذين يتغذون على شكواهم الخاصة ويرفضون النمو الروحي يظلون عالقين في وحل الركود. إن الاستماع بلا نهاية لمثل هذه الأصوات يسمح باستنزاف ترددك الخاص قطعة قطعة. لا يمكنك النهوض،
وأنت تستمر في حمل أولئك الذين يرفضون النهوض من الأرض. صلوا من أجلهم، تمنوا لهم النور، لكن لا تسيروا معهم في مستنقع الحزن. وهناك فئة خطيرة أخرى تتألف من أولئك الذين يستهينون بالنعم التي يتلقاها الآخرون. يقول هؤلاء الأفراد أشياء من قبيل: لقد نجح فقط لأنه كان محظوظا، أو لقد كان ذلك مجرد صدفة. ما يعجزون عن فهمه هو أن مثل هذه التصريحات هي بذور ندرة تلقى على أرض قاحلة. إن الحسد الخفي يغلق مسارات الوفرة، وأي شخص يعيش مع هؤلاء الأفراد أو يساعدهم يتصل دون علمه بذبذبات النقص. سرعان ما يصبح الشعور بالامتنان أصعب، وتبدأ النعم بالتلاشي. إن هبات الكون لا تزدهر في القلوب التي تحكم على نجاح الآخرين. موسيقى الابتعاد عن أمثال هؤلاء ليس غرورا، إنه فعل لتكريم القوانين المقدسة التي تحكم الطاقة والوفرة. هناك من يزرعون بذور الشك في داخلك بهدوء، وغالبا ما يكونون الأكثر خطورة لأنهم لا يكشفون عن أنفسهم كأعداء. ظاهريا يبدون طيبين، مهتمين، موسيقى وحتى مهتمين، لكن كلماتهم تحمل سما خفيا. هل أنت قادر على فعل ذلك حقا؟ هذا كثير عليك. أو أن هذه الأمور الروحية ليست سوى أوهام؟ ببطء وبشكل شبه غير محسوس يمكن لتأثيرهم أن يجعلك تشكك في قوتك، مما يتسبب في خفوت نور روحك. موسيقى، لكن تذكر: إذا ظهرت رموز أو علامات في حياتك، سواء من خلال أنماط أو أشكال أو لحظات تزامن، فهي ليست مجرد مصادفات، إنها بمثابة تذكيرات ونداءات من الكون ترشدك لتسليط الضوء حيث يسود الظلام، لا لإخماده خوفا من الحكم. غالبا ما يكون الخصم الحقيقي ليس من يهاجمك علنا، بل من يزرع الشك في قلبك. موسيقى صلوا من أجلهم، ولكن امضوا قدما بقلب مشرق وروح واثقة بقوتها الإلهية. إن الدرس الخفي الكامن وراء هذه التحذيرات عميق. موسيقى كثير من النفوس المستنيرة تتعثر ليس لأنها ضعيفة، ولكن لأنها تسيء توجيه طاقتها، محاولة مساعدة أولئك الذين ليسوا مستعدين لتلقي المساعدة، بدافع الخوف من الظهور بمظهر اللامبالاة أو بدافع الرغبة في القبول. يقدمون نورهم للقلوب غير المستعدة ويستنزفون أنفسهم في هذه العملية. لكن التعاطف الحقيقي لا يحتاج إلى دليل، يتصرف بحكمة. إن معرفة متى تمد يدك ومتى تتراجع هو في حد ذاته فعل من أفعال الحب. إن فرض مساعدتك على أولئك الذين يرفضون شفاءهم الذاتي هو بمثابة مقاومة للتدفق الطبيعي للكون، والكون لا يدعم أبدا الطاقة غير المتوازنة. لم تأتي إلى هذا العالم لإنقاذ الجميع، نورك موجود ليلمس أولئك المستعدين لتلقيه. إن رفض التدخل مع شخص يقاوم تحوله الخاص ليس أنانية، إنه التمييز الروحي. الطاقة التي تحملها مقدسة ويجب الحفاظ عليها، فعندما يساء استخدامها أو تشتت بلا هدف تفقد الموسيقى غايتها. إن حماية نورك تضمن استمراره في إنارة دروب أولئك الذين يسعون حقا إلى النمو واليقظة. مهمتك ليست إصلاح غير المستعدين، بل إلهام المتقبلين. الحب الذي يتدفق من قلب واع متيقظ يشبه النهر المقدس، يجب أن يتبع مساره الطبيعي، لا أن يجبر على السير فوق أرض قاحلة. دع اهتمامك وإيمانك وحكمتك لا تصل إلا إلى أولئك المستعدين لاحتضانها. إن حماية نورك لا تعني إغلاق نفسك، بل تعني تكريم الهدية التي أوكلت إليك الموسيقى. عندما تفعل ذلك يعترف الكون بنضجك الروحي ويقوي روحك، ويوجه مسارك نحو البركات والفرص التي تتجاوز بكثير ما كنت تتخيله. في كل مرة تشعر فيها بالحاجة إلى مساعدة شخص آخر، توقف واسأل نفسك: هل هذه الروح مستعدة حقا للنور؟ موسيقى. الرحمة الحقيقية لا تعمل بشكل أعمى بدافع الرغبة في الإنقاذ، بل تتحرك في انسجام مع التدفق الإلهي. عندما تحترم هذا المبدأ ترتفع طاقتك وتنسجم حياتك مع هدف أسمى، ويرشدك الكون نحو نمو لم يكن من الممكن تصوره. غالبا ما تنبع الرغبة في المساعدة من قلب نقي، لكن ليس كل تدخل يحدث تحولا. كما قالت لاسو بحكمة: إن تقديم النور لمن لا يرغب في الرؤية أشبه بإهدار النار الكامنة في داخله. فبعض النفوس تحتاج إلى وقت أو صمت أو ألم لتتعلم دروسها، والتدخل المبكر قد يعيق نموها ونموك أنت على حد سواء. موسيقى. وكما لا يجبر البستاني الزهرة على التفتح قبل أوانها، فإن النفس الحكيمة تنتظر اللحظة المناسبة،
وقد يكون التسرع في شفاء الآخرين أحيانا ستارا لتجنب العمل الداخلي. حتى يسوع ذكرنا بأن الهدايا المقدسة يجب تقديمها بتمييز، معلما أن الحكمة والطاقة ثمينتان ولا ينبغي تبديدهما على قلوب غير مستعدة للاستقبال. فالحب الحقيقي انتقائي، لا بدافع الأنانية بل بدافع الوعي، وهو يدرك أن بذور الامتنان لا تزهر إلا في التربة الخصبة. ومن الضروري أن نتذكر أن الطاقة تتبع الانتباه، فكلما حاولت إنقاذ شخص غير راغب في التغيير ابتعدت أكثر عن نورك الداخلي. وكما لاحظ كارل يونغ، فإن من ينظرون إلى الخارج يحلمون موسيقى، أما من ينظرون إلى الداخل فيستيقظون. ويجب ألا يتحول تقديم المساعدة أبدا إلى التخلي عن جوهرك. ينبغي أن يكون امتدادا طبيعيا لحالتك الوفيرة. إذا فقدت نفسك في سبيل الارتقاء بالآخرين فإنك تخاطر بإهمال أساسك الروحي. الحب الواعي يغذي الذات أولا قبل أن يتدفق إلى الخارج. الطبيعة نفسها تعلم هذه الحقيقة. الشمس تدفئ وتنير كل شيء، لكنها لا تطارد من يبقون في الظلال. إنها ببساطة تشرق محققة غايتها، تاركة لكل كائن حرية اختيار ما إذا كان سيتحرك نحو دفئها. موسيقى. وبالمثل مهمتك هي أن تكون حضورا مشعا لا منقذا. الرحمة الحقيقية لا تجبر الآخرين على التغيير، بل تقف بثبات في ذبذباتك الخاصة، ملهمة من خلال مثالك. غالبا ما تكون هذه أعظم هدية يمكن للمرء تقديمها. يشعر العديد من النفوس المستنيرة بالذنب عندما تبعد نفسها عن السلبية، مخطئة في اعتبار الحب تضحية بالنفس. لكن بوذا يذكرنا بأن كل كائن بما في ذلك أنت يستحق الحب والرعاية. إن الكفاح من أجل شفاء ما يرفض الشفاء يناقض هذه الحقيقة الأساسية. الحب لا يساوي المعاناة، إنه يزدهر حيث يوجد التوازن. فقط أولئك الذين يتمتعون بالكمال في داخلهم يمكنك تقديم دعم حقيقي. حماية طاقتك تخلق قناة واضحة لتدفق الخير. تذكرنا إيخارولي بأن القوة موجودة في اللحظة الحاضرة. إذا بذلت جهدك مع أولئك المتشبثين بالإنكار فإنك تنفصل عن الحاضر، مما يقلل من ترددك. بدلا من ذلك عد إلى مركزك، تنفس، تأمل، وتذكر أن ذبذبات السلام هي أقوى علاج ضد ظلام العالم. هناك أناس لا يدركون جمال النور إلا بعد أن يمروا ببرودة ظلالهم، ولا حرج في ذلك، للكون طريقته الخاصة في إرشاد كل روح، كاشفا الحكمة بلطف وفي الوقت المناسب تماما، وليس بالقوة أبدا. المرشد الحقيقي لا يضغط ولا يطالب، بل ينير الطريق حتى يتمكن أولئك الذين يشعرون بالاستعداد من المضي قدما بإرادتهم الحرة. ثق بالذكاء الإلهي الذي يقود كل كائن في اللحظة المناسبة، واسمح لنفسك بالمضي قدما في الحياة دون حمل عبء مسؤولية أولئك غير المستعدين لقبول المساعدة. ليس من المفترض أن تحمل كل عبء أو تنقذ كل قلب تائه. دورك هو أن تقدم النور لا لفرض الصحوة. تذكر أن رحلتك مقدسة، لقد تم اختيارك لتكون منارة لا مرسى. لا تغوص المنارة في البحر لإنقاذ السفن، إنها ببساطة موسيقى تقف ثابتة، تشع بوهجها الثابت، ترشد أولئك المستعدين للتحرك نحو الشواطئ الآمنة. موسيقى. عندما تحمي الإشعاع بداخلك وتسمح له بالتألق دون خوف، يستجيب الكون من خلال التزامن، جاذبا إليك الأرواح التي يتردد صداها مع ترددك. في هذه اللقاءات الهادئة بين الأرواح المتناغمة يحدث تحول عميق، دقيق، عميق ودائم. عندما تستقر هذه الحقيقة بداخلك يتغير شيء ما في جوهرك، يذوب ثقل الالتزام وتبدأ طريقة وجود أكثر لطفا في الظهور. تتوقف عن لوم نفسك لعدم قدرتك على إنقاذ الجميع، وتبدأ في احترام الإيقاع الطبيعي للحياة كما يتكشف. لكل روح دروسها الخاصة لتتعلمها، وحتى الحب لا يمكن أن يحل محل الحكمة التي توفرها التجربة. كما عبر باراماهانسا يوغاناندا ذات مرة: قد يكون المعاناة هو المعلم الأكثر صرامة، ومع ذلك فهو غالبا الأكثر مؤثر. لهذا السبب تحديدا، ورغم صعوبة الأمر، هناك لحظات يجب فيها السماح للآخرين بخوض تجاربهم الخاصة دون مقاطعة المسار الإلهي الذي يشكل تطورهم. إن الاهتمام بطاقتك ليس أنانية، بل هو موسيقى، تعبير عن التبجيل للشرارة المقدسة التي تسكنك.
في كل لحظة تختار فيها حماية مساحتك الداخلية، فإنك تعزز ذبذباتك وتبقى متناغما مع هدفك الأسمى. ينطبق المبدأ نفسه المستخدم في الطائرة على المسار الروحي. قبل مساعدة شخص آخر في استخدام قناع الأكسجين، يجب عليك تأمين قناعك. الشخص الذي يتنفس فقط هو من يستطيع أن يمنح شخصا آخر نفسا. وبالمثل، الروح التي شعلتها ثابتة فقط هي من تستطيع أن تنير الطريق للآخرين دون أن تنطفئ. الطاقة قوة حية وذكية تستجيب لما تبثه. عندما تشع نورا فإنك تجذب المزيد منه بشكل طبيعي. موسيقى. عندما تصر على التعامل مع الظلام فإنه يحاول جرك إلى ثقله. لهذا السبب، مع ارتفاع ذبذباتك يبعد الكون بلطف الأشخاص من المواقف التي لم تعد تدعم هدفك. إنه ليس خسارة بل تطهير. موسيقى. كما يجب أن يمر الذهب بالنار ليكشف عن بريقه، يجب على روحك أن تتخلص مما يثقلها لتشع نورها. هذه الحكمة تتردد أصداؤها في مختلف التقاليد الروحية. في الطاوية يعلمنا مفهوم ووي، أي العمل من خلال التناغم السلس، أن نتحرك مع إيقاع الوجود الطبيعي. إن تقديم المساعدة لشخص غير مستعد هو عكس هذا التدفق، فهو محاولة لدفع النهر عكس تياره. عندما تتبنى ووي تدرك أن الخير الحقيقي لا يظهر إلا عندما ينبع من التوازن والصفاء الداخلي، لا من الحاجة إلى التقدير أو الإعجاب. الحب الذي ينبع من مركز راسخ هو حب نقي، بينما الحب الناجم عن الندرة يصبح سلسلة تربط لا تجمد. لقد لخص المهاتما غاندي حقيقة عميقة عندما قال: كن أنت التغيير الذي ترغب في رؤيته في العالم. في هذه الكلمات البسيطة يكمن مبدأ روحي قوي. بدلاً من محاولة تغيير الآخرين بالقوة أو الإقناع، كن التعبير الحي عن القيم التي تؤمن بها. وجودك وحده يصبح دعاء صامتا، سيتأثر الكثيرون بمجرد وقوفهم بالقرب من طاقتك دون أن تشعر. ضرورة الكلمات. وأولئك الذين لم يستعدوا بعد سيستيقظون في وقتهم المناسب عندما تدعوهم ساعتهم الداخلية نحو النور. يكمن السر في الاستسلام والثقة بالحياة، والثقة بالتدفق الكوني، والثقة بالحكمة التي تدبر كل شيء. عندما تتخلى عن الرغبة في السيطرة أو إعادة تشكيل ما لا يراد له أن يتغير، يستيقظ شيء معجز في داخلك. يلين قلبك ويهدأ عقلك وتجد روحك السلام. هذا الاستسلام ليس ضعفا، إنه أنقى أشكال القوة، لأنه ينبع من الإيمان. موسيقى. إنها نفس القوة التي تحكم النجوم وتحرك المد والجزر وتحافظ على توازن الكون. يقين هادئ بأن كل شيء يتكشف تماما كما يجب أن يكون. وبمجرد أن يصبح هذا الفهم جزءا من حقيقتك الحية، تتغير الطريقة التي تتحرك بها في العالم. فبدلا من استنزاف نفسك في محاولة إقناع الآخرين أو تصحيحهم، تبدأ في الإلهام بمجرد وجودك في نورك الأصيل. وبدلا من صب طاقتك في إصلاح ما ليس لك إصلاحه، تتجه إلى الداخل وتعتني بحديقة روحك. كما يقول رومي معبرا عنها بشكل جميل: بالأمس كنت ذكيا، لذلك أردت تغيير العالم. اليوم أنا حكيم، لذا أغير نفسي. موسيقى. في هذا التحول، هذا التوجه اللطيف نحو العالم الداخلي، موسيقى تبدأ الكيمياء الروحية، فتسمح لك بالانسياب مع ما هو مقدر والتخلص مما ليس كذلك. لذا امضي قدما بسلام، قدم العون ولكن بفطنة. موسيقى. شارك نورك ولكن لا تخفته أبدا. أحب بعمق ولكن دون التخلي عن جوهرك. وتذكر موسيقى أن الكون يضاعف دائما بركات من يتعلمون العطاء بوعي. خلق نورك ليضيء، لا للإقناع بل للإلهام. عندما تتقبل هذا الدور بتواضع وشجاعة، تصبح انعكاسا حيا للذات الإلهية، دليلا هادئا لمن سيستيقظون يوما ما ويتحركون نحو إشراقهم الخاص.